أسعد الله صباحكم. في معلومة جدا مهمة عن الأسبرين وأخذه في حالة نقل الأجنة أو في حالة التلقيح الصناعي. الأسبرين له خواص كتير مهمة وكتير كويسة، ولكن مش كل الحالات لازم تاخذ أسبرين. في حالات عندهم تميع في الدم ممكن يؤدي إلى نزيف، في حالات عندهم تحسس للدواء فالمفروض ما ياخذوا هذا الأسبرين، وفي حالات كمان عندهم بيصير عندهم تحسس أو التهاب في جدار المعدة، كمان ما بيقدروا ياخذوا الأسبرين. الأسبرين المفروض إعطائه بين 75 إلى 100 ملغ، واللي عندنا هون في الأردن 81 ملغ، اللي بنسميها الجرعة الوقائية. إلها فوائد كتير، بتحسن من التروية للأجنة وبالتالي تساعد على انغراس الجنين داخل الرحم، بتقلل الالتهابات المحيطة في بطانة الرحم وبالتالي أيضا بإذنه تعالى تساعد على انغراس الأجنة. والشغلة الثالثة إحنا لازم نستخدمه في حالات الفشل المتكرر أو الإجهاضات المتكررة.